بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة الأخرى في هذا الدعاء: المستبشرون بأمرك. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك بولاة أمرك. الأول قال المأمونون على سرك، بعد المستبشرون بأمرك. ما معنى المستبشر؟ المستبشر استبشار هو الفرح والسرور وتلقي الأمر بانشراح الصدر، أي أن أئمة أهل البيت هم كانوا يستبشرون بأمر الله. كل ما يرد إليهم بأمرك سواء أمره التشريعي أو قضاؤه وقدره كانوا يستبشرون ذلك. إذا الله قدر لهم تقديرا كانوا يتلقونه بفرح وسرور وانبساط، سواء حتى لو كان الشهادة أو أي شيء يستبشرون بأمرك. هذه صفة مهمة، الإنسان يستبشر بأمر الله. لماذا؟ كيف إنسان يصل إلى هذا المقام؟ إذا علم بأن الله لا يفعل إلا ما هو الأصلح له فيستبشر، لا يحزن ولا يتفاءل بالشر، العياذ بالله، لا يسيء الظن بالله. مثلا الله في القرآن يقول في وصف الشهداء، يقول فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. هو يعني يفرح من أن الله قضى له الشهادة. أو السيد الشهداء صلى الله عليه في يوم عاشوراء، فيقول الراوي كان كلما يقرب من المقتل كان وجهه يشرق أكثر، يستبشر بأمر الله، لا أنه ليس فيه تعبها ولا ليس فيه حزن كما قال بعض الصوفية، لا لا لا، حزن وكمد، لكن بما أن الله قدر له قد تقدير معلق كما قلنا، فهو يستبشر بذلك. يشتاق إلى هذا الشيء شوقا إلى لقاء الله الذي قدر الله له. المستبشرون بأمرك. فهذا موقف مهم جدا. الإنسان يكون، هذا ينشأ من حسن الظن بالله. الإنسان إذا يحسن ظنه بالله فيكون مستبشرا دائما بما يقدر الله له، يكون مستبشرا حتى إذا الله عاقبه عقوبة، ولو أن هذه العقوبة ليس أن الله قدر له، يعني هو نتيجة عمله، يعني قدر الله أن يكون عمله ينتج هذه العقوبة، مع ذلك ولو يعاقب لكن يستبشر. بأي معنى؟ يعني يرى أن الله نبهه: يا رب أحمدك على أن عاقبتني، أولا كفرت ذنوبي، ثانيا ذكرتني. فهذا يعني أنت تريد مني خيرا، تريد بي خيرا، حيث عاقبتني بعقوبة حتى أرجع إلى الطريق. المستبشرون بأمرك، هذه صفة أولياء الله، ليس في قلبهم ذرة اعتراض على الله جل جلاله. الواصفون لقدرتك، هذه صفة جدا مهمة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لا يمكن، لا أحد يستطيع أن يصف قدرة الله وعظمته وجلاله إلا أهل البيت عليهم السلام. غير أهل البيت إذا أرادوا أن يصفوا ربهم قدرته إما وقعوا في خانة التشبيه أو في التعطيل، أو وصفوا ربهم بصفات لا تليق بجلال وجهه، وصفوا بأدنى الأوصاف. الذي يصف قدرة الله هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فلذا لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم. مثلا في القرآن هم يقول سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. مخلصين يعني توصيف غير المخلصين الله منزه عنها، الله جل جلاله منزه عنها. فوصف قدرة الله إنما يكون من أهل البيت عليهم السلام. تريد تعرف عظمة الله وقدرة الله، هم واصفون لقدرة الله. كل صفة لقدرة الله من غيرهم صلوات الله عليهم أجمعين، من غير أهل البيت، هذه في الحقيقة قد تكون إما فيه تشبيه أو فيه إساءة أو فيه ما أدري يعني. فلذا انظروا، يعني واحد يقارن بين مضامين أدعية أهل البيت، كيف يعظمون الله بإجلال، حتى في الدلال، يعني في الحب.
لما يدخل في بيان الحب مع الله والدلال مع الله يراعي أشد مراتب عظمة ربه. أما تشوف الصوفية في كلماتهم لما يدخل في الدلال وفي الحب يعني فرد عبارات، فرد كلمات لا يليق بشأن الجلال الروحي، ثم يقولون هذه من شطحيات العارف، شطحيات العارف، فيصفون ربهم بأوصاف دنيئة. أهل البيت هم الذين يصفون قدرة الله في أين الخوف والرجاء، يصفونه بقدرته بعظمته. فالإنسان لابد أن يقارن بين يعني ما ورد من أهل البيت عليهم السلام في وصف قدرة الله وما ورد عن غيرهم، يجد أنهم هم الواصفون لقدرة الله جل جلاله. اللهم صل على محمد وعلى آله.